السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلويات فاتن. ان شاء الله غادي نديرو طبق للغداء او العشاء كيجي لذيذ ورائع في المذاق وفي الشكل كذلك. كنتمنى يعجبكم. الا عجبكم عملوا لايك واشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد. نخليكم الان مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه وكتبقى حسب عدد افراد الاسره ديال كل وحده. غادي نحتاجو الدجاج مقطع مكعبات صغيره، وعندي البصل مفروم بهذا الشكل هذا، وعندي البطاطا كنسلقوها وكنقيوها وكنمعسوها وهي سخونه باش تنعس لكم مزيان وما يبقاش فيها الكويرات كبار. وعندي هنا مطيشه او الطماطم مطحونه. وغادي نحتاجو كذلك في التوابل، عندي الفلفل الاسود، الابزار، قليل من الملح، فلفل احمر حلو او تحميره، وعندي السودانيه مطحونه، فلفل حار، وغادي نحتاجو المعدنوس، وغادي نحتاجو ياغورت طبيعي بدون سكر، وعندنا الثومه يمكن تعوضوها بالثومه العاديه الطبيعيه، غادي نحتاجو زيت الزيتون والزيت النباتيه العاديه. في البدايه غادي نوضعوا القليل من زيت الزيتون. بسم الله. كنضيفوا زيت نباتيه عاديه. كنوضعوا الدجاج، غادي نوضع التوابل مع الدجاج، غادي نحركوهم مره نحركوهم، نخليو هذا الدجاج حتى يطيب. قبل ما يطيب يقرب يطيب شويه غادي نضيف له البصله. بالنسبه للمرحله ديال الطياب ديال الدجاج غادي نوضع القليل من البصل يكون عندنا مفروم رقيق. غادي نخلي شويه ديال البصله باش نوضعها مع الصلصه وكنحركو. وكذلك غادي نضيف المعدنوس، قليل من المعدنوس، وغادي نخلي هاد العناصر طيب كامله. عاد غادي نطفيو عليها النار. في نفس المقلاة غادي نوضع القليل من زيت الزيتون، نزيدو شويه ديال زيت نباتيه عاديه، كنوضعوا فيها هاد مطيشه محكوكه، وكنضيفوا لها التوابل. عندي هنا فلفل حار كيبقى حسب الذوق، قليل من الفلفل الاسود او الابزار، والملح ما نملحوش. كنوضعوا معلقه صغيره ديال التحميره او فلفل حلو احمر. كنضيفوا البصل، وغادي نخليو هاد العناصر كامله حتى تقلى وتشحر هاد البصله، هاد مطيشه مع البصله وما يبقاش فيها الماء كثير. كنضيفوا القليل من الثوم. على ما توجد لي الصلصه ديال الطماطم غادي ندوزو نحضروا البطاطا. بسم الله. غادي نوضعوا الياغورت طبيعي، كنضيفوا القليل من الابزار، فلفل اسود، القليل من الملح، تقريبا معلقه كبيره ديال المعدنوس، وغادي نخلط هاد المكونات كامله. كيمكن لكم تعوضوا ياغورت بالقليل من الحليب، ما تكثروش الحليب باش ما تخففوش البطاطا، ديروا غير شويه. والان غادي نمروا لتشكيل البطاطس او نعمروا هاد البطاطس. كنوضعوا القليل من البطاطا على هذا الشكل هذا، كنبسطوها على الكف ديال اليد وكنعمروها بهذا الدجاج بهذا الشكل هذا. كنجمعوا عليها هاد البطاطا. انا غادي نكمل هاد البطاطا كامله والدجاج اللي عندي ونرجعوا نكملوا باقي المراحل. من بعد ما انتهيت من تشكيل البطاطس غادي نوضع الصلصه في الاناء اللي كيدخل الفرن.
وكنوضعوا فوق هاد الصلصه كنوضعوا هاد الكويرات ديال البطاطا بهذا الشكل. والان غادي نمروا لتحضير صلصه البيشاميل. عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده ما يعادل 20 غرام، غادي نوضعوها فوق نار مهيله باش ما تحرقش الزبده، وغادي نخليوها حتى تذوب. من بعد ما ذابت الزبده غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال الدقيق ما يعادل 20 غرام. كتكون الزبده هذا الدقيق. غادي نحركوها حتى يصبح اللون ديالها ذهبي. ومن بعد كنضيفوا الحليب. عندي 250 مليلتر ديال الحليب. نستمروا في التحريك، نبقاو كنحركوا حتى ما يبقاوش الكويرات كيبانوا في الخليط ويعقد الخليط، وعاد غادي نزولوها من فوق النار. كيف كتلاحظوا معايا الخليط ديالنا بدا كيعقد. غادي نضيف له القليل من الفلفل الاسود الابزار والقليل من الملح. الطبق ديال البطاطا ديالنا هو واجد. دابا غادي نفرغ فوقو صلصه البيشاميل. وكنوضعوا في المرحله الاخيره كنوضعوا الجبن. انا عندي الجبن الاحمر، يمكن لكم تستعملوا اي جبن متوفر عندكم. الطبق ديالنا هو واجد. غادي ندخلوه للفرن حراره متوسطه يذوب لنا غير هذا الجبن هذا، ونخرجوه من الفرن ونقدموه بالصحه والراحه ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنتمنى يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.